شيخ ردكم على الحملة المنهجة ضد إمامة المساجد وفي شخصك زاده وفي شخص الشيخ البشير بن حسن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الحقيقة اليوم جينا كمجلس نقابي وطني الأئمة وإطارة المساجد التابعة للمنظمة التونسية للشغل. عندنا جملة من المطالب مع التنسيق مع عدد جمعيات مشكورة يعني متخصصة في الشأن المسجدي والعلوم الشرعية. نطالب بالكف عن إهانة الأئمة وشيطنتهم سواء كان بالتصريحات غير المسؤولة من بين التصريح الأخير للسيد وزير شؤون الدينية وكذلك أيضا التحريض الإعلامي الذي يمارسه بعض الصحفيين. خليني ما نوصفش اليوم أوصاف ما هيش هكا الكل، نقول معناها قاعدين يشيطنوا ويلفقوا في تهمة الإرهاب. نحن ضد الإرهاب بمعنى قتل الأبرياء، واحنا ضد قتل إخواننا الأمنيين والعسكريين اللي يؤديوا في واجب حماية البلاد، ولكن نطالب بأنهم يقوموا بمهمتهم هذه في نطاق العدالة وفي نطاق عدم الظلم وفي نطاق احترام ظاهرة التدين واحترام هوية الشعب. فنحن مثل ما نتضامن مع إخواننا الأمنيين والعسكريين وكل المظلومين في البلاد سواء كان في سجون أو في الشوارع أو في شتى المجالات الإعلامية وغيرها الاجتماعية، فإننا نطالب أيضا بتمكين الأئمة وعلماء الدين من حقهم في التعبير ومن حقهم في قيادة المجتمع نحو السلم والاعتدال والوسطية. ثم أيضا مطالبنا أن يقع التشريك الفعلي والجدي لنقابة الأئمة التابعة للمنظمة التونسية للشغل التي تمثل أكبر نسبة من المنخرطين فيها. نطالب بأن يقع تشريكها الفعلي في قرارات العزل أو الإيقاف أو التعيين أو لجان الاختبار لكي لا يتفرد الوزير بقراراته التي قد تكون قلت يعني نابعة من إملاءات إيديولوجية أو حزبية. فنحن نريد أن نضمن الحرية في المساجد بعيدا عن التجاذبات الحزبية، ونحن ملتزمون بتحييد المساجد عن التجاذبات الحزبية. أما الحريات المكتسبة عن طريق الثورة التي أنعم الله عز وجل بها علينا من بين حق الإمام في تناول الشأن العام وقد ضمن الدستور الجديد في الفصل السادس هذا الحق، لا مجال للالتفاف حول هذه الحريات وهذه الحقوق من بين حق الاعتكاف اللي هو سنة وحق الصلاة في المصلى الذي هو أيضا سنة مع إبقاء بقية المساجد مفتوحة. ونحن مع الحوار ومع اختلاف الآراء لكن بالاحترام المتبادل وبدون تجاذبات سياسية من شأنها أن تقصي الظاهرة الإسلامية ومن شأنها توحي بأننا عدنا إلى مربع الأول مربع سياسة تجفيف المنابع لا سمح الله.